السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد ولكن قصة قديمة. قبل اي حاجة حابب اقول لكم حاجتين. الاولى هي ان الفيديو ده نقاش لعالم خيالي في لعبة ليج اوف ليجندز، والحاجة التانية والاهم ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة. مش كلنا نقدر نساعد بحاجة، ولكن على الأقل ندعي لهم. زي ما وعدتكم قبل كده أنا هعيد إنتاج القصص القديمة اللي شايفها اتظلمت معايا، ودي قصة أنا عملتها من 19 سبتمبر 2020، يعني عدى عليها 5 سنين. وبصراحة القصة اتظلمت معايا بسبب جودة الفيديوهات في الوقت ده، سواء كانت جودة المايك أو الإلقاء نفسه. فتعالوا نعيد الحكاية مرة تانية بشكل يليق بقصة زي دي. ماجا كانت بتموت للمرة ال14. هي أكلت تفاحة مسممة تاني. التفاحة سممتها، والممثلة بدأت تترنح يمين وشمال وهي بتموت وبتصرخ جملها الأخيرة: ايه الحلم الغريب اللي اسمه حياة؟ دلوقتي بس بعد ما فات الأوان صحيت عشان أشوف جمالها. ومع دخان وبودرة بتلمع كندريد بتدخل المسرح، وزي العادة بيلعب دورهم ممثل واحد بس، قناع الذئب والحمل قصاد بعض. الممثل قرب منها وهو لابس قناع الحمل وقال جملته: هو أنا سامع حد عايز سهمي؟ ما تخافيش يا طفلة، خلي دفى قلبك يتلاشى في الفراغ. ماجا رفضت زي ال13 مرة اللي قبل كده. أي غلطة بسيطة في أدائها اتدفنت تحت صراخها. الحمل لفت حوالين نفسها والممثل بقى لابس قناع الذئب. مفيش حاجة تقدري تعمليها عشان تتجنبي نهايتك. بس أنا شاب عذراء فقير، أرجوكم أشفقوا علي. الجمهور كان فرحان بالدراما اللي بيشوفها في مسرح أورفيلم ميكانيكالز المتحرك. مع تهديد الطاعون والحرب اللي على لسان كل الناس في الملاجئ المجاورة، دراما الموت كانت في كل حتة. دنجي الممثل اللي بيلعب دور الحمل والذئب نزل على ماجا وهي واقعة في الأرض، كشف رقبتها لأنياب الذئب. دنجي قرب منها وهو لابس أنياب خشبية، وماجا داست على الجهاز اللي لابساه وشرايط حمرا كتير طلعت من رقبتها. الجمهور قام يسقف بحرارة، هم أخدوا اللي دفعوا عشان. ولما الممثلين وضبوا حاجاتهم وجهزوا العربيات عشان يروحوا لمدينة نيدل بروك، ما كانش فيه أي نجوم في السماء، كان فيه حجاب من السحاب مغطي السماء كلها. إيلوشن المالك الوحيد للشركة والمسرح كان بيشرح لهم كده وهو سكران بسبب الجوائز اللي خدها والخمور اللي جات له هدية من القرويين. الليل كان بيعدي وأعضاء الفرقة بيتخانقوا مع بعض. تريا وجوزها دنجي كانوا معترضين على الحبكة المسرحية اللي سهل التنبؤ بيها. مشاكل مأساوية بتحصل للعذراء، الموت بيلاقي العذراء، الموت بياخد العذراء، مفيش حاجة صعبة. وإيلوشن كان بيقول إن لو الحبكة المسرحية كانت معقدة بزيادة الجمهور مش هيستمتع بالعرض لأنه مش هيفهموا أصلا. ماجا أصغر واحدة في الفرقة كانت متفقة مع رأي تريا ودنجي، ولكن ما تكلمتش. هي لو ما كانتش قاعدة في عربية الفرقة كان زمانها قاعدة في مكان بائس أكتر بكتير. لحسن حظها أورفيلم ميكانيكالز فقدت كتير من الممثلين في الفترة اللي فاتت. ده كان كله بسبب إصرار إيلوشن على السيطرة الفنية الكاملة، وطبعا بسبب أسلوبه وقدرته المتوسطة في تأليف المسرحيات بقى فيه وشوش جديدة قليلة جدا. وعشان كده أورفيلم ميكانيكالز مضت عقد مع ماجا إنها تموت في كل مسرحياتهم الدرامية، وهي كانت فرحانة بكده، على الأقل عندها مكان تعيش فيه. إيلوشن كان طبعا لسه متضايق بسبب كلام تريا ودنجي،
دول شوية ممثلين فشل، ازاي هيفهموا الرؤية الفنية بتاعتي؟ وشاور لبار السواق بتاعهم انه يقف ويعمل مخيم هنا. وبكده المؤلف السكران اخد سريره وفرشه عند اول العربية. الممثلين ناكر الجميل يقدروا يناموا في الغابة هناك، جايز يلاقوا اخلاقهم وسط الشجر. باقي الفرقة راحوا ولعوا نار صغيرة في الغابة وبدأوا يحكوا قصص لبعض. وبعد فترة قصيرة دينجي ومراته تريا ناموا في حضن بعض، وكانوا بيهمسوا لبعض أسماء محتملة لابنهم اللي لسه ما اتولدش. هم كانوا بيخططوا لليوم اللي المسرح هيبطل يتنقل فيه، لأنه كان هيقف في مدينة جانديل، ودي كانت مدينة هادية وجميلة. كانوا بيخططوا انهم يستقروا فيها ويربوا ابنهم هناك. ماجا قربت من النار عشان صوتها يشيل من دماغها صوت خناقات الفرقة، لكن ماجا ما عرفتش تنام. فضلت تتقلب وتلف، بتفكر في المسرحية، بتفكر في النظرات اللي كانت على وشوش الجمهور اللي كانوا بيسقفوا والدم بيطلع من رقبتها وبتموت. هي كانت عذراء جميلة ماتت بسبب سذاجتها. طبعا كل الإبهاء المسرحي اللي كان عامله إيلوشن ما كانش مأثر في الجمهور، اللي أثر فيهم بجد هو موت العذراء. في النهاية ماجا سابت سريرها وطلعت تتمشى شوية في الغابة عشان تهدي عقلها. وفي هدوء الليل ماجا شافت مجموعة من الأحجار فوق بعض، منقوش عليها كلام غريب هي ما عرفتش تقراه، ولكن عرفت تشوف نقش الأقنعة بتاعت كيندريد. ده كان مكان الأموات، موقع دفن اتبنى من زمن بعيد. ماجا حست بقشعريرة على رقبتها أجبرتها إنها تبص لفوق، ولكن هي ما كانتش لوحدها. ماجا فهمت اللي هي شافته على طول، عشان هي كانت بتشوف تمثيل رديء لده كل يوم. بس دينجي المسكين ما كانش يقدر يحط الرعب في قلب ماجا. قدامها دلوقتي الحمل بنفسها، وحواليها ناظرها المخلص الذئب اتكلم وعيونه السوداء بتلمع من الفرحة. أنا سامع قلبي بيدق، ممكن أخده؟ والحمل ردت عليه، جايز، أنا حاسة إنها خايفة. اتكلمي يا جميل، قوليلنا اسمك ايه؟ أنا عايز أعرف أساميكم انتوا الأول. ماجا ردت وهي بترجع لورا ببطء، ولكن وقفت لما حست بالذئب واقف وراها بيمنعها من الهروب. الذئب قال في ودانها، إحنا لينا أسامي كتير. في الغرب أنا إينا، وهو أنا. في الشرق أنا فريا، وهو ولي. لكن في كل مكان إحنا كيندريد. أنا دايما حمل للذئب، وهو دايما ذئب للحمل. هي بتلعب لعبة مملة، خلينا نلعب لعبة تانية، لعبة من المطاردة والجري. هي مش بتلعب يا ذئب، هي خايفة وضيعت اسمها، مستخبي ورا شفايف، خايف يخرج. ما تقلقيش، أنا لقيت اسمي، احنا عارفينك زي ما انت عارفانا يا ماجا. أرجوكم، الليلة دي مش ليلة مناسبة الذئب طلع لسانه من بقه وهو بيضحك. كل الليالي مناسبة للمطاردة، وكل الأيام برضه مع النور بعرف أنشن السهم كويس. لا، مفيش قمر الليلة دي، هو مخفي في السحاب بعيد عن عيني وعيونكم. من غير القمر ايه آخر حاجة هشوفها؟ والحمل ردت وهي بتحرك القوس بتاعها، احنا شايفين القمر، هو دايما موجود. لا، مفيش نجوم، مفيش الماس المتلألئ في السماء. من غير النجوم ايه أجمل حاجة الواحد يشوفها لما يقابل الحمل والذئب؟ الذئب بطل يتحرك وبص في عيون ماجا. كائن الماجا بيلعب لعبة جديدة اسمها المراوغة، واحنا ممكن نلعب لعبة مطاردة كائن الماجا وتقطيعها الأشلاء. خلينا نسأل، تختاري ايه يا ماجا، سهمي ولا انياب الذئب؟ ماجا بقت بترتجف من الخوف، بتبص على كل حاجة حواليها، بتركز في تفاصيل العالم. كان في اعشاب، كان في اشجار، وكان في ممر قديم، والهوا كان هادي. بالنسبة لها ده ما كانش مكان وحش انها تموت فيه. هي بصت على الاشجار وقالت، اختار سهم الحمل. هتخيل اني بطلع على الاشجار زي ما كنت بعمل وانا صغيرة، بس المرة دي هفضل اطلع على طول. هو مش ده اللي هحسه لما امشي معاكي؟ لا، مش بالظبط، مع انها فكرة جميلة، بس ما تخافيش يا عذراء، احنا بنستمتع بوقتنا، بس انتي اللي جيتي لينا النهاردة، مش احنا اللي جينا عشانك. أنا ما أقدرش أطارد كائن الماجا،
بس في حاجات تانية قريبة، حاجات تانية جاهزة للمطاردة. بسرعة يا حمل، أنا جعان. لازم تعرفي إن عروضك المسرحية فرحتك، وإحنا هنفضل نشوفها لحد اليوم اللي نقابلك فيه تاني. الذئب عدى من جنب ماجا واختفى وسط الأشجار، ولما لفت وبصت قدامها الحمل ما بقتش موجودة، وبكده الممثلة هربت. لما ماجا رجعت المخيم شافته في حالة من الخراب. المسرح المتنقل اللي بدأت تعتبره بيتها اتسرق واتحرق، هدوم كتير وخشب محروق مرميين في كل أنحاء المخيم. هي بصت وشافت جثة دينجي قريبة من المكان اللي كان نايم فيه. هو مات وهو بيحمي تريا اللي جثتها مش بعيدة عنه، ولما بصت على آثار الدم عرفت إن موتهم ما كانش رحيم. هم جروا نفسهم ناحية بعض، صوابعهم متلامسة لمرة أخيرة قبل ما يموتوا. ماجا لاحظت إن إلوشن عرف يقتل 2 من اللصوص قبل ما يتحرق في العربية هو وبار. الحاجة الوحيدة اللي ما اتدمرتش هي أقنعة الحمل والذئب بتاع دينجي. ماجا مسكت الأقنعة ولبست قناع الحمل وسمعت صوت الذئب. أنا عايز أطارد كائن الماجا. عفريت شوي، اجري يا معلم. ماجا طلعت تجري على قرية نيدل بروك وعمرها ما بصت لورا. المسرح الذهبي اتملى على الآخر، اتملى بعيون بتلمع مستنية العرض الأخير في المسرحية. الملك والملكة والمستشارين موجودين في المسرح وسط الجمهور. الناس كلها سكتت لما الستاير السوداء اترفعت، مستنيين يتفرجوا على الدراما. ماجا كانت قاعدة في أوضة تغيير الملابس تحت المسرح، سمعت الجمهور بيسكت وهي بتلبس آخر هدوم المسرحية. الشباب طار من عينيها من سنين كتير وساب لها صدمة فضية طويلة في شعرها. يا مدام، انت لسه ما لبستيش لحد دلوقتي؟ اللي قال لها كده كان ممثل صغير، وماجا ردت عليه وقالت انا مش بلبس غير في اللحظة الأخيرة. ما هي دي اللحظة الأخيرة يا مدام. الشاب قال لها كده وهو ماسك في ايده آخر جزء من الهدوم بتاعت ماجا، أقنعة الحمل والذئب. وبكده ماجا لبست الأقنعة وطلعت على المسرح. الجمهور كان منبهر بيها وهي بتتسلق المسرح، بتجسد الحركات الرشيقة بتاعة الحمل وفي نفس الوقت بتصور الوحشية المفرطة بتاعة الذئب. هي كانت مجسدة توأم الموت، خففت معاناة زملائها الممثلين بالسهم أو قطعت رقابهم بالأنياب. الجمهور كان بيحب الموت الكويس وبيحب موت ماجا بالأخص. وفي النهاية الجمهور كله وقف يسقف لها، حتى الملك والملكة قاموا وقفوا ويسقفوا تكريما لتمثيلها العظيم. ولكن ماجا ما سمعتش أي تسفيه، ما شافتش أي احتفال، ما حستش بالمسرح تحت رجلها ولا بأيادي زملائها وهم ماسكين إيديها وبينحنوا تحية للجمهور. كل اللي حست بيه هو وجع طعنة في صدرها. ولما ماجا بصت على الجمهور ما شافتش وشوش بشر، في كل حتة تبص فيها بتشوف الحمل والذئب. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. كنت بس عايز اقول لكم ان في قصة تانية عن كيندريد اسمها انهاء سوتاس. هي قصة مسرحية كمان وبيظهر فيها ضيف ثالث، التجسيد الثالث لكيندريد، صديقهم الصدوق اللي عمره ما بيتشاف إلا بعد فوات الأوان، النسر. ممكن أبقى أعمل القصة دي في المستقبل القريب أو البعيد، وعشان كده ما تنسوش السبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة، وخدوا لفة في القناة هتلاقوا فيديوهات عن عالم ليج وعوالم أخرى. وما تنسوش تدعمونا بلايك، هو حاجة صغيرة بس دايما مفيدة. وبس كده، سلام.